كنت دايما لما بشوف أي وضع أو أي حالة ممكن إن هي تدخل مستشفى أو إسنا المركزي وما تلقاش اهتمام أو يكون في تقصير. كنت أول واحد بطلع إن أنا أتكلم وأناشد بضرورة الاهتمام بمستشفى أو إسنا المركزي. ولكن مهم جدا إن يكون النقد بناء، إن يكون النقد نقد غير مطلق. فالنهاردة بصراحة وبمنتهى الأمانة أنا شايف إن مستشفى وسنا المركزي تغير جذري، تغير رهيب. أنا تعرضت لموقف ودخلت مستشفى وسنا المركزي من يومين. والله ما كان حد يعرفني في المستشفى، ودخلت فعلا محدش عارف او ليا سابق معرفة في اللحظة اللي انا دخلت فيها المستشفى. والله وللأمانة في اقل من ثواني كل اللي انا كنت محتاجه اتقدم لي من خدمة وبمنتهى السرعة. يعني انا كنت داخل ومحتاج بسرعة ان انا اعمل اشعة مقطعية، وفي لحظة دخلت من البوابة، في أقل من ثانية كنت داخل على الجهاز وكان الدكتور موجود، ولقيت الخدمة والرعاية اللي أنا وانتو نتمناها فعلا في أقل من ثواني. بتاع الأمن، فرد الأمن بيجري معايا، ما أعرفوش وهو ما يعرفنيش، ولكن الإنسانية واللمسة الطيبة بتاعت ولاد البلد والمجدعة والإنسانية لقيتها في اللحظات اللي أنا قعدتها في المستشفى. لقيت والله يعني حوالي 3 أو 4 بيجروا معايا علشان الموضوع بتاعي يخلص. مش الموضوع بتاعي كوائل حسنين، لا، الموضوع بتاعي كمواطن، كمواطن رايح يتلقى علاج وفي أمس الاحتياج لسرعة في إنهاء الإجراءات للاطمئنان على الحالة المرضية. فكنت سعيد جدا إن لقيت تطور غير عادي في مستشفى وسنا المركزي. قد ايه طقم عمل جميل وممتاز، ومجموعة من الشباب كأطباء وكأفراد أمن وكعاملين في المستشفى عندهم غيرة وعندهم سرعة في التعاون مع المريض. فزي ما بنقول يا جماعة، النقد لقيت انه من الواجب ان احنا برضو لما يكون في ايجابيات ان احنا نثني على هذه الايجابيات وبمنتهى المصداقية وبمنتهى الشفافية، لان ده هو اقصى ما يحتاجه المريض. في جزئية يا جماعة ان هي يعني جزئية رجال الاعمال. ليه رجال الأعمال ما بتفكرش اللي هي تستثمر عملها الخيري في مستشفى أوسنا المركزي؟ أنا بدعو بشخصي ومجرد اقتراح مني لرجال الأعمال: زوروا مستشفى أوسنا المركزي، اعقدوا لقاءات مع الأطباء والإداريين، وشوفوا احتياجات المستشفى إيه الأجهزة اللي ممكن تكون ناقصة وندعمها ونوفرها. حضرتك كراجل أعمال بتسعى إلى الخير وبتسعى إلى خدمة الأهالي والمواطنين. مفيش أفضل من المستشفى اللي حضرتك تقدر إن أنت تستثمر فيها عملك الطيب وعملك الخير. كل جهاز وكل مساعدة أو مشاركة حضرتك بتشارك بيها في المستشفى، تأكد إن ممكن ينتفع فيها أو ممكن ينتفع بيها عشرات بل مئات الأفراد. ف يعني انا شايف ان مستشفى اوسنا المركزي محتاجه اللي يبقى فيها اقسام مثلا زي قسم الحريق، لسه مش متواجد في مستشفى اوسنا المركزي. اعقدوا لقاءات مع الساده الاطباء وشوفوا ايه المشكله في ان يبقى موجود دكتور مخ واعصاب. المستشفى تكتمل بمجهوداتنا وبمشاركتنا، وخاصه ان النهارده موجود
فريق عمل متميز جدا من الشباب الواعي المثقف لديه الإنسانية، وهي أهم ما نريد أن نخاطبه في شخص الطبيب. فما شاء الله حاجة جميلة جدا، وحبيت ان انا اسجل الفيديو ده واعرضه على حضراتكم، لان النجاح احنا بندعمه بمنتهى القوة، ومفيش اهم من الرعاية الصحية اللي احنا ممكن نطلبها ونلاقيها.